في حاجة كمان بتميز ماشين فاي عن باقي الأماكن، إن عندهم منصة سيلكت. المنصة دي بعد ما إحنا بنتخرج من ماشين فاي عموما من أي دبلومة، المنصة دي بتخلي إن في شركات أو كده تقدر تشوف الناس اللي اتخرجت. أنا مريم محمد إبراهيم، عندي 22 سنة، متخرجة من كلية إدارة واقتصاد وتكنولوجيا أعمال من الجامعة المصرية الروسية. الكورس عموما فادني كتير جدا في ان انا افهم الداتا وابص للداتا بنظره مختلفه عن ما كنت ابص للداتا وافهمها بشكل مختلف تاني قبل كده. فهو ساعدني ان انا افهم الداتا بشكل كويس جدا. ضاف لي حاجات كتيره جدا، اتعلمت ان انا اعمل داتا فيجواليزيشن باستخدام بايثون ولايبريز كتيره جدا. بعد كده ان انا اقدر ان انا اعمل موديلز كتيره، وان انا اقدر اعمل بريدكشن على حسب الداتا ايا كانت هي ايه. يعني اتعاملت مع كذا داتا وعرفت ازاي ان انا اقدر اتعامل مع كل داتا حتى لو كانت مختلفه. ان الانستراكتورز او كده كانوا على طول بيردوا عليا لو كانت واجهتني اي مشكله، كنت بلاقي ليها حل. كانوا بيساعدوني في اي حاجه كانت بتواجهني عموما. يعني في حاجه كمان بتميز ماشين فاي عن باقي الاماكن، ان عندهم منصه سيلكت. المنصه دي بعد ما احنا بنتخرج من ماشين فاي عموما من اي دبلومه، المنصه دي بتخلي ان في شركات او كده تقدر تشوف الناس اللي اتخرجت، بتقدر ان هي تتيح ليهم فرص شغل، وبتساعدهم ان هم يوصلوا لمرحله الانترفيو في شركات كبيره او كده. انا انصح الناس اللي داخله تراك الداتا ساينس اند اي اي ان هم يكون عندهم فعلا شغف بالمجال، عشان هو مجال مش سهل خالص، ولكن هو محتاج حد يكون صبور وعنده شغف ان هو يدور. ولو عنده مشكله يقدر ان هو يحاول يلاقي حلول ليها وما يزهقش وما يملش، دي اهم حاجه. وان هو دايما ما يراكمش اي حاجه عليه، دايما يعمل سيرش عن اي حاجه بتقف قدامه، مش مجرد ان هو يستنى ان المعلومات تجيله لغايه عنده. لا، هو لازم يعمل سيرش كتير جدا عشان يوصل لغايه لما يوصل للحل اللي هو عايزه.